مرحبا يا بنات، كيفكم؟ اخباركم طيبين؟ اليوم جبت لكم لون مره حلو زي ما وعدتكم في الفيديو اللي قبله، اني راح ابتدي معاكم بصبغات فاتحه، لان معظم البنات يحبون الفواتح يا اما على الشعر كامل او خصل، مع اني انا من النوع اللي افضل الفواتح اسويها بس خصل. المهم اللون هذا اسمه الاشقر اللؤلؤي الفاتح. كيف راح نصبغ اللون هذا وكيف طريقته وأساسياته؟ لازم تتبعون معايا الفيديو من البداية إلى النهاية، لأنه اللون هذا في طريقتين عشان نصبغه. أول شيء اللون هذا لازم يكون على درجة تفتيح 9، زي اللي في الصورة حطيت لكم الحين رقم 9. كيف راح نفتح الشعر؟ الطريقة الأولى إذا ما تبغون تسوون سحب لون، راح ناخد صبغة ندخل سينما كولاجين اللي حطيت لكم ده الحين، بس حتكون على مرتين، لأن احنا نبغى سحب نظيف، ما نبغى سحب كذا فيه الأورانج وهذا. عشان كده أول شي راح نصبغ الشعر بندخل سينما كولاجين، ونريح شعرنا يوم يومين ونعيد نصبغ تاني عشان نوصل لدرجة 9. بعدين نحط الصبغة اللي راح أعطيكم. أما إذا كنتي من النوع اللي مستعجلة تبغين نفس اليوم الصبغة، فأول شي راح ناخد سحب لون. السحب اللون راح يكون بالبودرة الزرقاء مع الأكسجين عيار 30. كيف راح نسوي سحب لون؟ أول شي سحب لون اللي حتى هو قواعد، فسحب لون ملعقة من البودرة الأكسجين من البودرة الزرقاء تعادل ملعقتين من الأكسجين. يعني مثلا أحط ملعقة من البودرة وأحط معاها زي كده على مرتين. الغطا هذا أحسب بالغطا هذا أو بالغطا اللي عندكم حق الأكسجين راح تاخدين. راح نخلوه على الشعر 45 دقيقة لين يتفتح الشعر إلى درجة 9، يعني تفتيح صافي نظيف ما فيه ولا شيء. بعدين راح ناخد العلبة الصبغة، راح نصبغ بلوريال هذه اللي حطيت لكم ده الحين، اللي هي 8/12 أشقر رمادي، أشقر لؤلؤي رمادي فاتح. 8/12 أشقر لؤلؤي رمادي فاتح. راح نحطها على الشعر، راح نخلوه لمدة تقريبا 30 دقيقة إلى 35 دقيقة. شوفوا يا بنات، عشان تعرفون إذا كان سحبك نظيف للشعر فراح يطلع لك اللون نفس اللي في الصورة تماما 100%، ما في جدال ولا نقاش. أما إذا كان سحبك يعني بين وبين، يعني وصلت لدرجة 8 أو درجة 7، راح تكون فيه لمعة الأورانج، ونفس الشيء راح يطلع يكون لون حلو، في حتى إنه لمعة الزيتي حتى هو حيطلع لون حلو، يعني مو نفس اللي في الصورة بس حيكون أغمق شوي على اللي في الصورة وفي لمعة الزيتي. بعد ما نخلص من الصبغة راح نغسل بنفس الشامبو اللي في العلبة، لأن الشامبو اللي في العلبة بيساعد اللون إنه يثبت على الشعر. ونفس كذلك البلسم، راح ناخد البلسم ونخلطه مع بلسم العادي ونحطهم هما الاتنين على شعرنا ونغسل الشعر. هذا إذا تبغين الشعر إنه يطلع لك نفس اللون نفس الدرجة، إنك تتبعين الخطوات من البداية إلى النهاية. وأحسن شيء إنك تسوين خصل أو أومبري، زي الأومبري يطلع حلو، وتخصلين وتحطين تفتحين شعرك لدرجة 8 أو 9، أحسن شي درجة 9، وتخصلين شعرك وتحطين الصبغة تخليها 35 دقيقة، وإن شاء الله راح يطلع لك مضبوط 100%. أتمنى إني أكون ما طولت عليكم في الفيديو وما لخبطتكم، وأبغى أقول لكم أي لون تبغون ارسلوا لي عليه، وأنا بإذن الله أحط لكم الخطوات خطوة بخطوة عشان تقدروا تشتغلون فيه.